كان هي أسوأ لقطة بكأس العرب، لكن مثل ما في لاعبين أردنيين رفضوا تكون روحهم رياضية ورفضوا يسلموا على مدرب المنتخب المغربي، كمان في لاعبين أردنيين كانت روحهم رياضية ورفضوا إنه زميلهم يروحوا يحتفل أمام الجماهير المغربية ومنعوه من إنه يستفزهم. لقطة تانية كلها احترام وفخر لما قائد المنتخب المغربي سلم شارة القيادة لعبد الرزاق حمد الله اللي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد النهائي وطلب منه يرفع الكاس معه. أما أجمل احتفالية كانت احتفالية المدرب الفلسطيني إيهاب أبو جزر وفرحته الكبيرة بفوز المنتخب الفلسطيني على المنتخب القطري. لقطة رائعة كمان كانت لقطة الجماهير الجزائرية وهي عم بتحيي لاعبي المنتخب السوداني بحركة بتعكس ثقافتهم الكروية واحترامهم للخصم. كمان احتفالية بتعكس مشاعر الأخوة والفخر للاعبي منتخبين مفروض يكونوا خصوم. احتفال لاعبي المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني بتأهلهم مع بعض لدور ال16. وبتبقى أجمل اللقطات لقطات مشجعي المنتخبات اللي عطوا البطولة روحها وطعمها الحقيقي واللي خلوا اللاعبين يلعبوا من قلبهم. الجماهير كانوا هن البطل الحقيقي والصامت لكأس العرب.